يوم جديد في مزرعة العم زاهر. استيقظ الجميع، لكن العم زاهر يتأخر عن موعده المعتاد لينال قسطا كاف من الراحة يكفيه في صيام يومه. جلست الحيوانات والطيور تبادل بعضها الأحاديث. حضر الحصان مسرعا وقال: أين العم زاهر؟ ألم يستيقظ بعد؟ لم يستيقظ العم زاهر. ماذا أصابك يا حصان؟ لما كل هذا الهلع؟ حين كنت أتفقد حدود المزرعة شاهدت دخانا كثيف يتصاعد من نافذة العم سعيد، وسمعت ضجيج طيوره. أخاف أن يكون العم سعيد في خطر. لابد من إيقاظ العم زاهر. اقترب الحصان من نافذة العم زاهر وصهل بصوت عال. فتح العم زاهر النافذة. لما كل هذا الضجيج؟ هل أصاب أحد مكروه؟ انظر يا عم زاهر، دخان كثيف يتصاعد من نافذة العم سعيد. نظر العم زاهر إلى منزل جاره. صحيح، إنه دخان كثيف، لعل جاري سعيد في خطر. أسرع العم زاهر بصحبة الحصان والحمار. وصل العم زاهر إلى منزل جاره، وجد الباب مغلق. حاول العم زاهر فتح الباب، ولكن لم يستطع. يا حصان، هيا عليك بفتح الباب، لا يوجد وقت كاف للمحاولة. ضرب الحصان الباب ضربة قوية. فتح الباب. وجد العم زاهر طيور العم سعيد في حالة خوف. يا حمار، عليك بتهدئة الطيور. صعد العم زاهر مسرعا نحو الباب الآخر. حاول فتحه ولكنه لم يستطع. استعان مجددا بالحصان. فتح الحصان الباب. وجد العم زاهر حريق يشتعل في بعض أركان البيت. أسرع العم زاهر إلى غرفة جاره سعيد. وجد العم زاهر جاره سعيد في نوم عميق. حمد الله إنه بخير. اقترب العم زاهر من جاره سعيد وأيقظه. ماذا حدث؟ هيا يا سعيد، انهض، أصاب الحريق بيتك. أسرع سعيد والعم زاهر وساعدهما الحصان في إطفاء الحريق. هذا خطأ مني، تركت المدفأة مشتعلة والنافذة مفتوحة. تسبب الهواء الداخل من النافذة في تطاير النار، لكن النار أتلفت أشياء كثيرة. اقترب العم زاهر من جاره ومسح على كتفه. حمدا لله أنك بخير، كل شيء يعوض بإذن الله. أشكرك يا زاهر، إذا لم تأتي ماذا كان سيحدث؟ يا سعيد، أشكر الحصان، أنا كنت في نوم عميق مثلك، لولا الحصان أنبهنا جميعا. اقترب سعيد من الحصان وشكره. إنك حصان شجاع، بارك الله في قوتك. قفز الحصان فرحا بكلام الجار سعيد. هيا يا سعيد، تفضل معي إلى مزرعتي نستريح، وبعد الإفطار نساعدك في تصليح ما أفسده الحريق. أحمد الله أن رزقني بجار مثلك يا زاهر.